من أطيب وأشهر الأكلات العراقية الدولمة بطريقة ومكونات بسيطة وسريعة، تطلع ويانا ذايبة وحامضة وطعمها هواي طيب. المكونات كاملة مكتوبة نهاية الوصفة. عندي هنا الباذنجان، البصل والفلفل مغسول وننظفه بشكل زين. أوراق السلق نضيفها بمي مغلي ثواني، راح تسهل علينا اللف بعدين. عندي هنا لحم مثروم وشحم، طماطة وبصل وكرفس ناعم وثوم مفروم. معجون الطماطة نحمصه بالزيت ثواني. راح نضيف باقي المواد، نضيف حامض المندوزي ودبس الرمان والزيت ونحركه بشكل زين. مباشرة راح نبدأ باللف. من كملنا هنا الكمية كاملة نغطيه ونتركه على نار متوسطة ربع ساعة. المي الموجود بالخضروات راح ينزل بشكل كامل. راح نبدأ هنا بتحضير الصلصة. إذا تحبون الدولمة بيها سوائل أكثر فنزود من مقدار المي. نضيف الصلصة، نغطيه ونتركه على نار متوسطة ساعة ونص، وراح تصير الدولمة ويانا جاهزة. أتركها 5 دقايق قبل التقديم، راح تطلع ويانا قالب كامل، ونقدمها بألف صحة وعافية. للأمانة طعمها هواية طيب، جربوها وإن شاء الله تعجبكم.